نعم. احنا البرنامج نتاعنا فقط راهو لتوضيح مثل هذه أي المسائل بالطبع حتى تبدا واضحه عند الناس والناس تعرف. فما قضيه طرحت وسمعناها برشا تحكيت، وقالوها حتى بعض السياسيين اللي جاوا لهنا في برنامج حوار خاص في الكواليس، وانا يظهر لي لو كان تجاوب وتولي في نهايه الامر افير كلاسي ونرتاحوا منها افضل بكثير من انه نحكيوا فيها. فما برشا عباد قاعدين يروجوا ويقولوا انه حمد همامي في بدايه التسعينات ساهم في ترويج الاشرطه الاباحيه اللي مفبركه ضد الاسلاميين. انا نقول لك شنو اللي تقال وانت تقول لي ايه والا غلط. لا هذه قالت هذه ولا ما تقالتش؟ اولا في الحقيقه عمره ما قال انه حزب العمال شارك في ترويج اشرطه اباحيه، لا علاقه. هو قيل هذا او لم يقال؟ لا مش معناها مش حزب العمال يروج في الاباحيه، لا ثم ناس معلنين اما جبنا قضيه كاسيت. لا لا ولا لا خلينا نوضح. لا اخي الاشرطه سامحني اخي سامحني هذه جبدها قيادي كبير سياسي كبير وقال شكون قال هكا قالها في البلاتو. شكون لا بعد ما نكملوا التسجيل تنقول لك شكون قالها في الكواليس. في الكواليس. لا هذه اسمعني انا سمعتها لا بالضبط. اسمعني معايا فريق كامل مش سامحني هذا راهو كذب، لان الاشرطه الاباحيه ناهي تعمل شريط اباحي في السجن القيادي في حركه النهضه ايش دخل حزب العمال؟ سيد علي العريض البوليس السياسي اللي عملها، البوليس السياسي اللي عملها، وحزب العمال ندد بهذه الممارسات الخسيسه. كذلك تعمل شريط اباحي ضد ونحن نددنا بهذه الممارسات الخسيسه كما محمد مزالي كذلك عنه في معناها في الخارج. هذه ممارسات هذه حزب العمال يمجها، وحزب العمال يعتبرها اللي معناها اللي تبين مدى في حقيقه الامر لوج على مدى وضاعت هذا النظام البوليسي كان نظام تعبنا عليه، في عوض يواجه الناس بافكارها، يواجه الناس على البرامج، يروج اشياء كما هكا. طبيعي جدا وان برشا معناها اطراف راهو في اطار التشويه، مش الحزب العمال بركه اخي، هذه تعملت لتشويه النهضه ولتشويه اطراف سياسيه اخرى. ثم مشكله هذيك الشريط اللي هو عنده طابع سياسي، هذاك حاجه اخرى. هذيك ثم شريط عنده طابع سياسي، وهذا بطبيعه الحال صار عليه كذلك لغط، وصار ضغط علينا نحن حتى وقتها عنده مضمون سياسي، صار ضغط علينا نحن سلموه. فنحن وقتها اعتبرنا وان الصراع هذا صراع بين نحن وحركه النهضه ولا دخل للسلطه فهمت منها فيه، ورفضنا اي تعامل مع السلطه فهمت منها في هذا المجال. يجي التقييم السياسي. الشريط اللي قمتوا بتسليمه لشكون؟ لا ما سلمنا حتى شريط. احنا حكينا على شريط فيه مواقف سياسيه ما الاشرطه الاباحيه. لا مش على الاباحيه، نحكي على الشريط. لا حكينا على محتوى سياسي تاع شريط فيه موقف من الديمقراطيه، فيه موقف فهمني، فيه موقف من الديمقراطيه، ما سلمنا حتى لحد. لا هذا روج. لا لم يروج. لا لم يروج. اقصد شيء لا كتبت مقاله حوله، لم يروج ولم معناها يسلم فهمني. واكثر من هكا صار الضغط علي انا من اجل وحكمت من اجل هذه، صار ضغط في تلك الفتره. المساله التقييم السياسي نتاعها هذيك فهمت منها مساله اخرى. اما بالنسبه لهذه الاشرطه الاباحيه عملها البوليس السياسي، عملها ضد حركه النهضه، عملها ضد اسمه فهمتي منها محمد مزالي، عملوها مزالي وعلي العريض سامحني. ونحن حتى عندنا في بعض الجهات ولكن بشكل محصور تعاملت كذلك اشرطه ضدنا احنا، واحد يعمل شريط ويكلم بون تاع طفله مناضله مثلا في الحزب. هذه ممارسات معناها بوليسيه ولا يمكن لحزب العمال ان يقبلها. شوف معايا هذا الفيديو